everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. معادنا النهارده مع سيشن جديد من كتاب بوك اند بن. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش تفعل الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا. النهارده هنكمل باقي شرح present simple tense زمن المضارع البسيط، بس انا هعمل ريفيجن بسيطه كده عن السيشن اللي فات عشان هنكمل شرح النهارده. نبدأ بسم الله. المرة اللي فاتت كنا قلنا ان ال present simple tense زمن المضارع البسيط بنستخدمه مع verb like او فعل like معناه يحب، و likes برضو معناه يحب، بس هنا like ده verb infinitive فعل في المصدر بدون اي اضافات، انما likes مضاف له اس، والاس دي بنسميها اس الفعل. طب امتى انا بستخدم like وامتى بستخدم likes؟ بستخدم like مع الضمائر I انا we نحن you انت وذي يعني هم، واي اسم بلورال اي اسم جمع، انما likes اللي هي بنضاف لها اس مع الضمائر هي هو شي هي ات هو او هي لغير العاقل، واي اسم singular اي اسم مفرد. يبقى البرنت سيمبل كنا شرحناه مع فعل like or likes. like يحب، likes يحب. ممكن اقول I like انا احب، you like انت تحب، we like نحن نحب، they like هم يحبون. وشرحنا النيجاتيف فورم صيغة النفي في زمن المضارع البسيط. قلنا كمان الضمائر اللي هم الأربعة اللي دايما مع بعض I أنا we نحن you أنت they هم، وأي اسم بلورال أي اسم جمع قلنا بتتنفي don't like. don't like معناها لا أحب، إنما الثلاث ضمائر التانيين اللي مع بعض دايما هي هو شي هي ات هو أو هي لغير العقل، وأي اسم مفرد بيتنفوا doesn't like. برضو doesn't like زي don't like الاتنين معناهم لا أحب. بس خد بالك معلومة صغيرة ومهمة في نفس الوقت، إن هي وشي وات وأي اسم مفرد بيحبوا أي فعل لازم يكون جواه اس، يحبوا الفعل اللي فيه اس، عشان كده هما هي وشي وات اختاروا النفي بتاعهم يبقى doesn't عشان فيها اس. احفظها كده او افهمها كده وهتسهل عليك امور كتير. يبقى انا ممكن اقول I don't like انا لا احب، we don't like نحن لا نحب، they don't like هم لا يحبون. كده احنا هنبدأ سيشن النهاردة وهو بيتكلم عن yes or no question. yes or no question يعني الأسئلة اللي الإجابة بتاعتها يا إما بيس نعم أو no يعني لا. طب أنا علشان أعمل الإجابات دي لازم السؤال يبقى بادئ بهل. السؤال اللي بادئ بهل يبقى بادئ بدو زي اللي حضرتك شايفه، أو بادئ بدز. السؤال بادئ بدو بيبقى معناه هل، السؤال اللي بادئ بدز برضو معناه هل، بس الاختلاف ان دو بيجي مع ضمائر I we you they واي اسم جمع. I we you they واي اسم جمع، انما does عشان فيها اس. انا سامع حد شاطر بيقول لي ان اللي بيحب الاس هي شي ات واي اسم مفرد. وخد بالك من حاجه مهمه جدا، ان السؤالين لازم يكون فيهم لايك يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات. مع السؤال اللي بادئ بدو لايك والسؤال اللي بادئ بداز برضو تحط لايك، ما ينفعش داز يبقى فيها اس ولايكس كمان فيها اس، كده ما ينفعش. يبقى دو معناها هل، داز معناها هل، وفي الاخر بنحط لايك في السؤالين فعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب تعالى ناخد examples وحضرتك تفهم اكتر. طبعا الاجابه بتبقى باما بيس او نو. الاكزامبل اللي عندي زي ما حضرتك شايف do you like burger. السؤال بادئ بدو معناه هل. do you like burger؟ بصوا للصوره كويس. do you like burger يعني هل تحب البرجر؟ طبعا الإجابة طبعا يس، طبعا الولد بيحب البرجر فيس، وبعد يس بنعمل حاجة اسمها عملية المقص. يعني ايه عملية المقص؟ يعني دو ويو بعكسهم، دو الكلمة الأولى ويو دي الكلمة التانية بعكسهم، يبقى اليو تنزل، بس خد بالك ان اليو لازم احولها الاي في الإجابة والدو تنزل، يبقى الإجابة yes I do. الإجابة تنزل yes I do يعني نعم انا احب. طب خد بالك برضو هعيدها تاني، ان اليو اللي في السؤال تنزل في الاجابه اي، اي يو في السؤال بتنزل في الاجابه اي، واحيانا وي.
بس احنا هنا هننزل اليو اي. اكزامبل كمان بادئ بداز. does هنا معناها هل. does he like bananas؟ هل هو بيحب الموز؟ طبعا هو كده شكله مش بيحب الموز، فهتقول no. وبعد no نعمل برضو عملية المقص. يعني عملية المقص يعني does رقم 1 وهي دي رقم 2، نعكسهم، ننزل هي وراها does، يبقى no. الإجابة no he doesn't. no he doesn't. خد بالك طالما no في الأول يبقى في not في الآخر. no he نزلت وراها does، هي بتنزل وراها does، وطالما في no في الأول نحط في الآخر not in apostrophe t. no he doesn't. no he doesn't. no he doesn't. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو النهارده بارت 2 الجزء الثاني من شرح زمن المضارع البسيط، اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. وزي ما عودتكم قناه ميس انجليزي ان بعد ما بنحل شرح بنحل الدرس بنحل عليه براكتس صغير. السؤال بيقول choose the correct answer، يعني اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 I يعني انا. طبعا I وزي وي ويو من الضمائر اللي بيجي وراها verb infinitive، يعني الفعل في المصدر، يعني الفعل بدون اي اضافات. فطبعا هتقول I وهتختار لها ايه؟ like salad. يبقى انا like salad يعني انا احب السلطة. طيب نمبر 2 they don't. خد بالك النفي ب don't او النفي ب doesn't لازم وراهم الفعل في المصدر. جات لك don't وجات لك doesn't تختار وراها الفعل في المصدر، يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى تقول don't like. وكذلك لو شفت doesn't يبقى doesn't like. they don't like chips، هم مش بيحبوا شيبسي. you and طبعا الاي والوي واليو والذي من الضمائر اللي بتنتهي ب don't like ice cream. السؤال بعد كده he like coffee. هي طبعا لازم ان انا ابدا السؤال بدز مش بايز. ليه بقى؟ لان هنا الفيرب infinitive، الفيرب like في المصدر، يبقى does he like coffee. يبقى انا اخترت does مش is دي ليها شرح تاني خالص. she doesn't هي لا. طبعا اول ما اشوف don't واول ما اشوف doesn't لازم وراهم like الفعل في المصدر، يبقى doesn't like cheese جبنة، هي لا تحب الجبنة. نمبر 6 children أطفال. الأطفال مالهم؟ طبعا دول كلمة جمع يبقى بيتنفوا don't like salad لا يحبوا السلطة. my sister أختي اسم مفرد بتنفي doesn't. الهي والشي والات والاسم المفرد بنفيهم doesn't like لا أحب. يبقى my sister doesn't like milk أختي لا تحب اللبن. وبعد كده I زي نمبر 1 بالظبط I like burger يعني أنا لا أحب البرجر. احنا كده خلصنا. لو الفيديو عجبك او استفدت من شرح النهارده يا ريت تدعمنا بسبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. جود باي.